دائما في كل دونك بيريوديكمون خص الدواب كتعطي واحد القوائم ديال هاد الجرد هذه اللي هي محينه كتحين، لان ممكن اليوم نضيفوا مثلا موسم ديال معشار، غدا نديروا كرنفال في بلاصه اخرى، نديروا حاجه اخرى، غدا مثلا ما يعجبناش نحيدوا شي حاجه اخرى، ولكن دائما هي الدول مثلا كالمغرب خصو دائما يقدم الى منظمه اليونسكو الى لجنه التراث الثقافي اللامادي قوائم محينه ديال هذا التراث المزمع ادراجها على لائحه التراث العالمي. بالنسبه لماده 12 كذلك فهذا حتى ذلك هو مهم جدا. الماده 12 في هذه الاتفاقيه هذه واحد الماده هي متعلقه بتدبير الصيانه، اولا من اجل ضمان اولا صيانه التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها وتنميته واحيائه. تسعى كل دوله طرف الى القيام بما يلي: اولا اعتماد سياسه عامه تستهدف ابراز الدور الذي يؤديه التراث في المجتمع وادماج صيانه هذا التراث في البرامج التخطيطيه، هذا كذلك مهم. ثانيا تعيين او انشاء جهاز او اكثر مختص بصون التراث. ثالثا تشجيع اجراء دراسات علميه وتقنيه وفنيه وكذلك منهجيه البحث من اجل الصون الفعال للتراث ولا سيما المعرض للخطر، لان نرجعوا باش نشوفوا في اللوائح كيفاش ممكن، لان كاين مختلف التسجيلات في قوائم اللائحه التراث العالمي. رابعا اعتماد التدابير القانونيه والتقنيه والاداريه والماليه المناسبه كتسيير انشاء وتعزيز مؤسسات تدريب على اداره التراث، ضمان الانتفاع بالتراث مع احترام الممارسات العرفيه، انشاء مؤسسات مختصه بتوثيق التراث وتسهيل الاستفاده منها. ملي كتشوفوا في هذا في الحقيقه في هذا الماده هذه ديال هذا 11 كنلقاو جات بزاف ديال الافكار، ولكن حنا مازال ما بديناش في الحقيقه كدوله، رغم انه مضينا تقريبا في 2006 على هذه الاتفاقيه، مازال ما هذه الافكار اللي جات بها الاتفاقيه الله حنا بدينا يلا خطوات صغيره جدا. حنا يلا عندنا مثلا مديريه التراث الثقافي التابعه لوزاره الثقافه في الرباط هي المسؤوله عن تدبير وتسيير التراث الثقافي الوطني، عندها واحد جوج مصلحات. كانت مصلحه ديال لي زانفونتير او ديال الغرب اللي كتقوم بقليل في الحقيقه اللي هي كانت تكلفت بسنوات بجرد التراث المادي هنا، ثم كانت عندنا واحد المصلحه اللي هي صغيره وكانت في الحقيقه لم تكن فعاله في يوم من الايام قبل اللامادي. هنا طرحت لهم واحد الاشكاليه، اولا الاشكاليه ديال العنصر البشري، ما كاينش كثير من المختصين. يلاه دابا اليوم مصلحه قليله جدا فيها رئيس المصلحه بشي اطور اللي هي تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال الاطور، دونك من الناحيه ديال الاطور البشريه فهي فقيره جدا. الا جات اليوم تخدم على هذه الغنى اللي عندنا على الصعيد الوطني ربما خصها سنوات وسنوات. ثانيا عاد هما كذلك كما قلت لكم من الناحيه القانونيه في وزاره الثقافه، لان كان عندنا واحد الاشكاليه كذلك في الوا ديال 2280 اللي كلكم كتعرفوها ديال حمايه التراث في الحقيقه اللي هو كان مادي، وكانت واحد دراسه من اجل كذلك تغيير هذه القوانين. ثم فاش جربنا كونفونسيون ديال 2003 طرحت لنا هذه الاشكاليه كذلك من اجل ادراج التراث اللامادي في هذه القوانين الوطنيه. اذا لان اللي كتبغي انت على واحد الاتفاقيه دوليه كذلك خصك انت تكون كتسير هذه الاتفاقيات هذه وكذلك القوانين تعزل القوانين ديالك الداخليه. دونك دابا راه حاليا السيد الوزير كما قلت لكم دار واحد الكوميتي اللي هو كيشتغل على في هذا المجال هذا ديال 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 ديال, ديال النصوص القانونيه، سواء بالنسبه للتراث المادي وخاصه بالنسبه لهذا دابا المجال الجديد بالنسبه للمغرب هو التراث غير المادي. ثم هذا على الصعيد الوطني الدول خصها دير في هذه الاتفاقيه كذلك في الباب الرابع ديالها كاين ما يسمى الدرس. هذا الملف هذا بالطبع حتى لونجسترمون فيديو اللي كديروه والصور الى غير ذلك، وكتعطي واحد ان اكوزي دو ريسبسيون، ومن بعد كتشوف واش هذا الملف هذا يستجيب للمعايير، واش هو كله كومبلي باش يمكن هي صيفطو لي زورغانيزم
اللي كتشتغل معاها من اجل ليفالياسيون. الا ما كانش في هاد 30 جوان كترد الملف للدوله العضو، كترد لها وكتعطيها حتى 30 سبتمبر من كل سنه. 30 سبتمبر كل سنه دونك ليطا بارتي دونك كتكون انفيتي باش تبريباري ديجا لو دوسيي، داكشي اللي قالت لها الملاحظات اللي قالت اليونسكو في 30 جوان، واعداد ملف كذلك باش تجيب الوثائق اللي فيها ناقصه ولا شي حاجه مثلا واحد المجال اللي هو ناقص الى غير ذلك، باش يمكن عاوتاني ندفعوا مره اخرى. ثم كندوزو للمرحله الثانيه اللي هي ليفالياسيون. من الاعصابي كملنا حطينا كان داك لو فايفيان حنا معاهم درنا كلشي الملف موجود متكامل. دونك كندوزو للمرحله الثانيه اللي هي مرحله ليفالياسيون اللي هي كتبدا تقريبا من ديسمبر من السنه كما كتكون كنبداو في مارس جوان سبتمبر كنوصلوا لديسمبر، من ديسمبر حتى ماي من السنه الثانيه. هذا سي ان بروسيس اللي هو لون. من السنه الثانيه اليونسكو او لو كوميتي ديال الباتريمون ديال التراث العالمي الغير اللامادي كدير تقييم ليفالياسيون ديال هذا الدوسي هذا ديال لا كونديداتور. مع عندها لجان مختصه كتصيفط لها هذا الدوسي وكتاخذ الاراء ديالها، واش هاد ليليمون هذا اللي اقترحت الدوله واش يمكن نعطيوه صفات ديال التراث العالمي ولا لا.